Hello and welcome to episode 5 of EP Tutorial. احنا النهارده هنتكلم عن منطقة مهمة جدا. أولاً لأنها جديدة، وثانياً لأنها بتحل مشاكل كتير زي الزحمة اللي احنا بنواجهها الفترة دي والضغط الكبير اللي موجود في القاهرة. ومن هنا ظهرت فكرة العاصمة الإدارية الجديدة علشان تخفف الضغط ده وتبني مستقبل مختلف. انتوا عارفين إن العاصمة مش فكرة جديدة، دي متخطط لها من أيام السادات، وأعادها ونفذها الرئيس السيسي بحجم أكبر وخطة ممنهجة أكتر، شاملة كل التفاصيل اللي تخليها مدينة حديثة ومستدامة، مبنية على مساحة ضخمة ومتقسمة بشكل مدروس إنها تسع أكتر من 7 مليون نسمة. وطبعاً المخطط ده بيحل كل المشاكل زي مشكلة البنية التحتية لأنها مبنية على أحدث تقنيات الجيل الرابع، ودي نفس البنية التحتية المستخدمة في دبي. ومشكلة تصريف مياه الأمطار وحتى الإنترنت معمول حساب كل مستخدم، ده غير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية اللي بتخليك توصل لها في وقت قياسي من أي حتة، لأنك بتوصل لها في تلت ساعة من مصر الجديدة و45 دقيقة من مدينة السويس أو السخنة. تعالوا دلوقتي نعرف أكتر عن شبكة الطرق. عندنا من الشمال طريق السويس، ومن الجنوب طريق السخنة، ومن الغرب الطريق الدائري الأوسطي، واللي بيفصلها من النص طريق مهم جدا اسمه الطريق الدائري الإقليمي. وداخليا عندنا محور بن زايد الشمالي والجنوبي، وهنا عندنا محور الأمل اللي يعتبر أهم مداخل العاصمة الإدارية من طريق السويس، ده غير شبكة المونوريل والقطار الكهربائي LRT والقطار الكهربائي فائق السرعة اللي هيربط العاصمة بكل المناطق حواليها في القاهرة. العاصمة الإدارية متقسمة تقسيمة متطورة ومبتكرة جدا، بحيث المناطق السكنية تكون منفصلة تماما عن المناطق الخدمية، ولكن في نفس الوقت مش بعاد عن بعض علشان المناطق السكنية تستفيد وتستمتع بالخدمات حواليها بكل سهولة. عندنا مناطق الآر اللي هي ريزيدنشال من أول R1 لحد R6، دي المناطق اللي الحكومة مسؤولة عنها وبتبنيها. والمناطق R7 و R8 والمستثمرين دي المناطق اللي المطورين العقاريين بيبنوا فيها. وبين كل R و R منطقة الميكسد يوز اللي بيرمزوا ليها بMU، ودي المناطق الخدمية اللي بيتوفر فيها المولات التجارية والإدارية والطبية، ده غير الداون تاون وفوقه حي المال والأعمال، وده هيبقى القلب الاقتصادي الجديد لمصر لأن فيه كل البنوك بما فيهم البنك المركزي، وده الحي الحكومي اللي اتنقلت فيه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهنا مطار العاصمة الإدارية الجديد، وده القصر الرئاسي، ودي المدينة الرياضية ومنطقة الأعمال المركزية CBD. العاصمة الإدارية مميزة جدا بالمعالم اللي فيها زي البرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا، والنهر الأخضر المتوقع لما يكتمل هيكون أكبر حديقة مركزية في العالم، ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة. دلوقتي تعالوا نعرف أكتر عن أهم المشاريع السكنية. معانا سيليا في قلب النهر الأخضر وقدامها المستثمرين، وفيها ميد تاون سولو، البوسكو، ستيلا، بلو فيرت، ميد تاون فيلا، بوكا، كابيتال واي. لازم تعرف ايه الفرق بين المستثمرين وR7 أو R8. المستثمرين هي مجموعة أراضي مميزة جدا عدد سكانها قليل، وكمان نسبة الفلل أكتر من الشقق بكتير. وأهم المشاريع في R7 كاسل لاند مارك، سيناريو، أرمونيا، دي جويا 3، بوتانيكا، ذا لوفت، كاتالان، سكاي كابيتال، ريفان، أكام، أتيكا، ميد تاون سكاي، فينشي، أويا، ريموندو، ميد تاون كوندو، ورودز. أما R8 فيها دي جويا 1، ريزيدنس 8، رامتان، يارو، لافيرت كاسيت، أناكاجي، دي جويا 2، سكاي كابيتال فيو، فلوريا، مونوروكا. R3 فيها المقصد والمقصد ريزيدنس، وR5 نيو جاردن سيتي. وبالنسبة للمشاريع التجارية في منطقة MU7 تاج تاور، 60 ايكون تاور، دايموند تاور، ايست تاور. وكمان MU23 فيها باريس مول، سوق الذهب، بايونير بلازا، أورورا مول، جولدن تاور مول، زاها بارك، فيفورا بلازا، كابيتال برايم. أما الداون تاون متقسمة لكذا حاجة، ده حي التنزه والتسوق، وفيه بيراميدز مول، لافيتي مول، زا مول، مرسى مول، سمارت مول، زدان مول، أودورا مول. ودي الأبراج السياحية عبارة عن صفين من الأبراج بشكل هرمي، بيبدأ من الأطراف ب25 دور ويعلى تدريجي لحد ما يوصل في النص ل50 دور. وهنا معانا آي بيزنس بارك، بيراميدز بيزنس تاور، أويا تاورز، سايدر تاور، 31 نورث تاور، ليفلز بيزنس تاور، نايل بيزنس سيتي، بويدا تاور. وده سوق الذهب. وبكده تبقى عرفت كل حاجة عن العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها مش مجرد مدينة، دي رؤية لمستقبل جديد بدأ يتحقق.
عشان يبني جيل جديد ومصر حديثة. Thank you for watching and see you next part.